بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواتي الأحباء في الله، كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم. وإن شاء الله بقدم لكم تورتة خطوبة، وأنا جلستها زي ما أنتم شايفين كده. طبعا ديت معمولة مقاس 24، خدت نص كيلو دي سبونج وست بيضات وشوية فانيليا ومعلقة خل، وطبعا ضربتهم ومعاهم معلقة محسن ودخلتهم الفرن، فقسمت معايا 4 طبقات. جلستهم ودخلتها التلاجة وطلعتها طبعا، وهبتدي اعمل لها داير من حوالين منها زي كده بوردة صغيرة زي ديت. هاخد بيها الداير كله وارجع لكم عشان نشوف هنعمل ايه في الجزء اللي فوق ان شاء الله. ورجعت لكم يا حبايبي بعد طبعا ما جلستها زي ما اوريكم في الايه في الجناب من البداية. طبعا قفلتها خالص وحطيت فوق 4 وردات اللي هو الورد البلاستيك، وعليها برضو من الورد الابيض الرفيع ده. فكيتها وعملتها اللي هو بيعتبر ده اللي هو الفرع ده، خدت منه واحد وفكيته وحطيتها كده. فاضل عندي دول هعملهم في الجنب، هيبقوا زي كده. هثبتهم كده، واحد هنا وواحدة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ورجعت لكم تاني يا حبايبي اهوت بعد التجليس. عملت زي ما انتم شايفين كده، جلستها. دي وردات رفيعة وسويتها من فوق، وحطيت الورد 4 وردات من اللي هو البلاستيك، وحطيت طبار وراهم اللي هو مكتوب عليه خطوبتي، ودول يعني حتة من فرع ورد كان موجود عندي، حطيت منه برضو كده زي ديكور. والرفيع ده كريسبي رفيع جدا ذهبي، وده ورق طعام ذهبي. وهنا عملت حرفين، حرف الاي وحرف الام، العريس والعروسة. طبعا عملته بالشوكولاتة وحطيت له ورق ذهبي برضو، وعملت حتة برضو فرع من هنا وفرع من هنا صغير. فأتمنى أنها تنول إعجابكم، ومن عجبكم إن شاء الله ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناة، قناة وصفات مصرية، مع الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة إن شاء الله رب العالمين. وما تنسوناش في الشير واللايك لأن المشاهدات كمان يعني ماشي. فأتمنى من الله أن تعجبكم، وربنا يفرح الجميع يا رب، وعقبال عند كل الناس، ولكم جزيل الشكر.